جل جلال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا ينام. ليطمئن قلبك ولينشرح صدرك وليسعد فؤادك. إن الله لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور. الله الله. حجابه النور. لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. الله 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 نور السماوات والأرض جل جلال الله. يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض ما في يمينه جل جلاله. له مقاليد السماوات والأرض، نواصي العباد بيده، وملك الملوك في قبضته سبحانه. جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وأوجد من الأحجار جواهر، وأسال من رؤوس الجبال أنهارا. سبحانه سبحان الملك جل جلال الله. تفجرت من خشيته الأحجار، تفجرت من خشيته الأحجار بالأنهار، وتشققت من مهابته الصخور بالعيون الغزار، وهبطت من عظمته الجلاميد إلى قاع البحار. سبحانه سبحانه. تجلى للجبل فانهار دكا وخر موسى صعقا. سبحانه سبحانه سبحانه. أطت السماء من ازدحام الملائكة المسبحين بحمده. فسبحان الله الواحد القهار. يضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط قط. سبحانه. الله الله العظيم يطوي السماوات السبع بيمينه والأراضين، ويطوي الأراضين السبع بشماله، ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ولا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه. لله الواحد القهار. الله يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ ولا أحد. الله الله جل جلال الله. أين عظمة الله في قلوبكم؟ عظمة الله في قلوبكم. عظمة الله في قلوبكم. من اعتز به عز بلا عيال،
واغتنى بلا مال وانتصر بلا أعوان. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة لهم. سبحانه لم يتقوى بهم من ضعف ولم يستغن بهم من فقر. سبحانه هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جل جلاله كتب لنفسه البقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كتب لنفسه البقاء وكتب عليه الفناء. سبحانه لا تنفعه طاعة الخليقة ولا تضره معصيتهم. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه جل جلاله الملك، الله الملك، جل جلاله الغني، جل جلاله القدوس، جل جلاله لا تنفد خزائنه ولا تنتهي كنوزه ولا يوصف جوده ولا تستهلك كثرة الحاجات ما عنده. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. لو جبت إبرة خياطة وحطيتها في البحر وطلعتها من البحر ماذا أخذت الإبرة من البحر؟ ماذا أخذت الإبرة من البحر؟ لم تنقص البحر شيئا. وكذلك لو أعطى الكل ما سألوا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ذلك لأنه واجد ماجد غني كريم. سبحانه أمر الخلق أن يسألوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر الخلق أن يسألوه ادعوني ادعوني. يسأله من في السماوات والأرض. الكل بيطلب والكل عايز والكل محتاج والكل فقير والكل طمعان ويعطي. والله يرزق من يشاء بغير حساب. جل جلاله لا تنفد خزائنه، لا تنفد خزائنه ولا تنتهي كنوزه ولا يوصف جوده ولا تستهلك كثرة الحاجات ما عنده. ذلك أنه واجد ماجد غني كريم. أمر الخلق أن يسألوه وأوجب عليهم أن يدعوه وقال ربكم ادعوني. سبحانه لا يتعاظمه ذنب ولا يتعاظمه عيب أن يستره ولا يتعاظمه عطاء أن يسديه ولا يتعاظمه خير أن يجريه. اطمع فيما عند الله والله كريم قادر قاهر جل جلاله. يرزق من يشاء بغير حساب. يكافئ على الحسنة
ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة غير محدودة. سبحانه، شوف كرمه جل جلاله سبحانه، وهذا لا يكون إلا منه جل جلاله سبحانه. سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه. ربنا سبحانه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت ب10. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها فب1 أو يعفو. سبحان الله العظيم. في معاملة يعني أحسن من كده، في معاملة زي كده، في معاملة تتصور غير كده. سبحانه جل جلاله. يقول لك إذا هميت بحسنة وما عملتهاش أكتبها لك حسنة، وإذا هميت بسيئة وما عملتهاش أكتبها لك حسنة. سبحان الله العظيم. من تصدق من كسب طيب قبلها منه سبحانه وتعالى ويربيها لعبده كما يربي العبد فلوه. زي اللي عنده معزة صغيرة ولا جدي صغير ولا جمل صغير ولا شيء صغير وبيعلفه يكبره، ربنا بيكبر لك حسنتك. سبحان الله العظيم جل جلال الله. المال منه والعبد عبده، العبد عبده والمال منه والتوفيق منه والقبول منه والجزاء عليه. سبحان الملك. يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كجبل أحد. صدقة صغيرة، جنيه، رغيف عيش، أي صدقة صغيرة، أي صدقة صغيرة. جاء أعرابي بناقة مخطومة فقال خذها يا رسول الله في سبيل الله، خذ الناقة دي في سبيل الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عند الله يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ناقتك مخطومة يبقى 700 زيها. الله 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 الله. جهز عثمان، واحد جاب ناقة له ناقة، عثمان جهز جيش العسرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله سبحانه. الله الجميل، الجميل هو جميل سبحانه، يفعل الجميل ويحب الجميل ويكافئ على الجميل. سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الجميل. داوم رجل على قراءة قل هو الله أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال إني أحبها. فقال لقد أحبك الله بحبها، أخبروه أن الله يحبه. لما تفنن أبو بكر في فعل الخيرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق اليوم وصدق، أبو بكر يقول أنا. من أصبح اليوم صائما، أبو بكر يقول أنا. من عاد مريضا أنا. من شيع جنازة أنا. لما نوع في كسب الحسنات كان الجزاء عند ربه أن يدعوه من أبواب الجنة 8. وقال الله ولسوف يرضى. سبحانه. جعل أرواح شهداء أحد في حواصل طير خضر ترد الجنة فتشرب من أنهارها
وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله جل جلاله لما اكتسى إبراهيم الخليل عليه السلام بلباس التوحيد كان أول من يكسى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هو ده التوحيد وجزاء التوحيد وجزاء الموحدين، هو ده جزاءهم. كان أول من يكسى يوم القيامة لما خر موسى صعقا يوم الطور، كان أول من يفيق من صعق الناس يوم الحشر. سبحان الملك، الجزاء من جنس العمل. استتر عمر رضي الله عنه بلباس التقوى فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قميصه في المنام. لما تفقه الفاروق في ميراث النبوة أعطاه صلى الله عليه وسلم فضل اللبن في الرؤيا. كل ذلك من كرم المولى وحسن مكافأته وجميل عائدته وسعة جوده وعظيم بره وتميز لطفه وعلو قدره وعموم خيره سبحانه. كلما تقربت منه شعرت بالأمان والسلام والسعادة. كلما تعرفت على أسمائه وصفاته وأفعاله أحببته وامتلأ قلبك من هيبته. كلما تعلمت كلامه وأيامه هبته، وكلما أمعنت في آياته ومخلوقاته خشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقق إبراهيم عليه السلام التوحيد ثم خاف، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحانه، هو العزيز، هو الغني، هو الكبير، هو العلي.